مساء الخير يا جماعة، مساء الخير على كل مصري فخور ببلده وعارف إن مصر لما بتتحرك العالم بيقف انتباه. ودي مش مبالغة. حلقتنا النهاردة بتبدأ بسؤال بسيط جدا: مصر دولة كبيرة، هل في حد زعلان؟ الإجابة طبعاً. طبعاً أكيد في ناس محروقين مش بس زعلانين، والحرقان مخليهم مش شايفين. النهاردة مصر بتثبت إنها رمانة ميزان المنطقة، ودي برضو مش شعارات. يعني هو مين اللي وقف الحرب في غزة؟ مصر. مين اللي كان طرف أساسي في اتفاقية الهدنة بين إيران وأمريكا؟ مصر. وطبعا طالما مصر بتنجح يبقى ما ينفعش المطاريد يسكتوا، لازم يدوروا على أي حوار كده يشككوا بيه في اللي مصر بتعمله. فاكرين مثلا لما شككوا في دور مصر في غزة؟ النهاردة بيعيدوا نفس الكلام وبيحاولوا يقللوا من التحركات المصرية وسط ما العالم كله بل والولايات المتحدة الأمريكية شخصيا بيعترفوا بالدور المصري. فتطلع علينا ما تسمى بحركة ميدان بفيلم خيالي جديد اسمه المؤتمر الوطني الأول. ضحك بقى، ها؟ ضحك يعني مش طبيعي. الفشلة قاعدين في التكييفات بره وبيرسموا رؤية ومشروعات وليلة كبيرة قوي سعادتك لبلد بحجم وقوة وتأثير مصر. عموما هنشرح لكم كل ده، بس الأول خلونا نبدأ الحلقة. أنا لؤي الخطيب ودي حلقة جديدة من انحياز. عايز أقول ملحوظة قبل ما نبدأ. الحلقة دي اتسجلت بعد يومين من انسحاب أمريكا من مفاوضات باكستان، يعني ممكن يبقى في حاجات فايتانا وقت الإذاعة، فمعلش اعذرونا لأن الأحداث ماشية بسرعة جدا. ازيك يا لؤي؟ أهلا يا حويط، أنا تمام، أخبارك أنت إيه؟ مبسوط طبعا انت بعد قرار ترامب بوقف الضرب على اخواتنا في ايران. أكيد حاجة تفرح لأنه الحروب شيء مش كويس، عدوا الجمايل بقى. جمال ايه يا لؤي؟ انت كل حاجه تحشره فيها كلمه مصر وهتقول لي دور القاهره وكده. طبعا لازم أقول لك دور مصر غصب عنك وعن اللي يتشدد لك كمان. ما انت لو سمعت كلام الاعلامي محمد ناصر ما كنتش هتقول الكلام ده. أنا بيضحكني أوي موضوع الإعلامي محمد ناصر ده، كلمة الإعلامي دي بتضحكني. طب سمعونا يا جماعة المدلس الأكبر قال إيه المرة دي؟ العالم تقريبا أخذ نفسه النهاردة بعد التوصل لقرار بوقف إطلاق النار، وده زي ما قال الرئيس ماكرون للرئيس ترامب إنه أفضل قرار وصلت له أو وصلوا له الأطراف. يعني العالم أخذ نفسه بعد التوصل لاتفاق الهدنة لمدة أسبوعين بين أمريكا وإيران. طب ما المدلس عنده حق فعلا أهو، الناس كلها فرحت بالموضوع. لا كمل بس هتفهم معنى كلامي. طبعا اللجان الإلكترونية اشتغلت وقالت ازاي ان مصر كان ليها دور، رغم ان الراجل في التغريده بيقول تابعت. يعني هو نفسه بيقول كنت قاعد قدام الاخبار ونشرات الاخبار في التغريده، معلش يا حبيبي، ويقول تابعت. هو اللي بيقول في التغريده بتاعته كده اهو: تابعت في الساعات الاولى من صباح اليوم. يعني الراجل بيقول ان انا كنت بره الموضوع، ورغم كده اشتغلت اللجان الالكترونيه على ان ازاي مصر كان ليها دور اكبر في وقف هذه الحرب. شفت؟ قال لك تابعت مش شاركت. طب هو جاهل ومدلس، أنت يعني جاهل ومدلس برضه، بس يعني المفروض تكون اتعلمت مني شوية على الأقل بالعشرة. طب فهمني انت. طب أفهمك، أحاول أفهمك. لما رئيس مصر يقول تابعت ده مش معناه إنه كان بيتفرج على التلفزيون يا عم الفيلسوف، ده معناه إنه بيتابع نتائج جهود استخباراتية ودبلوماسية استمرت لأسابيع في الغرف المغلقة، ومصر طبعا كان ليها دور في ده. يعني العالم كله عارف إن القاهرة ليها دور فعال ومؤثر في الوساطة بين أمريكا وإيران، زي ما كان ليها دور فعال ومؤثر في الحرب على غزة، زي ما بتنفذ دور فعال ومؤثر دلوقتي في لبنان. ده بالمناسبة يعني مصر ما بتقولش أنا عملت غير لما الفعل بيتحقق على الأرض. بس في ناس كتير اتكلمت في قصه ان مصر بتعمل نفسها السبب ده. طب شوفوا لنا يا جماعة مين يتكلم علشان يعني نرد عليهم مرة واحدة، احنا مش فاضيين لهم بصراحة. ربنا لطف والحرب توقفت لمدة 15 يوم بعد يعني ما قالوا إن في تدخل أو يعني موافقة الجانب الإيراني وترامب على مقترح باكستاني. وإيران الناس يعني بتحتفل في الشوارع، وأمريكا الإدارة الأمريكية تقول إحنا انتصرنا، والإمارات بتقول إحنا انتصرنا، واعلام السامسونج بيقول التدخل المصري كان خطير جدا وكان حاسم في المفاوضات. ويعني شغلانه يعني تحتاج الى
مزيد من العقل. الله، طب ما كلامه صح. يعني اخيرا اقتنعت. لا انا قصدي كلامه صح، لانه هو يعني عايز مزيد من العقل علشان ما يقولش كلام زي ده اصلا، فهو فعلا محتاج مزيد من العقل. وانا اللي فاكرك اخيرا صدقت. ما معلش يعني. طب كملوا يا جماعه، مين تاني هرف نفس القصه دي؟ تقريبا الجعجع معتز مطر كان برضو توزع عليه نفس السكريبت. سمعونا كده. وقفت الحرب في إيران وزطت مصر قعدتها. الزيطة ما كانتش من مجرد شوية لجان، الموضوع وصل لأعلى مستوى. نظام الكائن حشر نفسه على إنه هو اللي خلص الحرب زي ما خلص حرب غزة. بيحاول يقدم للخليج أي رواية حتى لو بالتدليس عشان ينال الرضا من جديد، والنتيجة مفيش. لكن خد بالك، اديني بقول لك من دلوقتي، مصر مش محتاج تنول رضا حد يا ميزو. مصر عندها في العالم كله دول شقيقة، ودي دول العربية اللي أمنها وأمن مصر مرتبطين ببعض، ودول شريكة، ودول بيجمعنا وبيحكمنا معاهم علاقات ومصالح. يعني أنا عندي سؤال، هو مين اللي خلص حرب غزة لما هي مش مصر زي ما بتقول؟ طب مين؟ يعني مؤتمر السلام كان فين وبرعاية مين؟ طب وفود غزة اللي كانت بتيجي ولا زالت لحد دلوقتي تقعد مع المخابرات العامة، يعني مين؟ ممكن حد يجاوبنا؟ طب ترامب جه من واشنطن لشرم الشيخ، والوفد القطري والتركي كل دول جم لشرم الشيخ ليه؟ مصر اللي وقفت حرب غزة، ومصر اللي بتدعم تنفيذ باقي الاتفاق، ومصر اللي بتدخل المساعدات لغاية اللحظة دي، عشان اصحابنا التانيين نسيوا، لكن مصر ما نسيتش غزة. انتوا بتزوروا الحقائق اللي احنا عايشينها بنفسنا دلوقتي. بص يا رأي، معلش هارد لك المرة دي بصراحة فلتت منك. العالم كله عارف ان باكستان هي لوحدها اللي خلصت كل حاجة، ما كانش في دور لمصر، لا هي ولا غيرها. ما تحاولش، معلش. انت عايزني اصدقك ازاي؟ يعني ابقى مجنون يعني؟ لا انا ما يخلصنيش طبعا تبقى مجنون، اصل انت يعني سيد العقل كله. هديك حاجة تثبت لك مع اني مش محتاج، بس انت صعبان عليا. ممكن يا جماعة تفرجونا على البوست اللي كتبه باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس؟ أيوة، ده بوست كتبه باراك رافيد اللي هو صحفي ومراسل موقع أكسيوس، اللي هو بالمناسبة مقرب من البيت الأبيض. بيقول إيه بقى؟ بيقول باكستان كانت في مقدمة جهود الوساطة، لكن خلف الكواليس لعبت مصر دورا رئيسيا في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران. كانت مصر أساسية في وقف إطلاق النار في غزة، وأساسية في وقف إطلاق النار مع إيران، كما ساعدت تركيا في هذه الجهود. تاني يا جماعة، بيقول إيه الراجل الصحفي بتاع أكسيوس ده؟ باكستان كانت في مقدمة جهود الوساطة، لكن خلف الكواليس مصر لعبت دور رئيسي في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران. شفت يا حويط كلام حبايبك في البتنجان إزاي؟ لا وكمان بيرد على ميزو، أصله بيقول لك مصر كان ليها دور أساسي في وقف إطلاق النار في غزة. طبعا احنا مش محتاجين شهادة باراك رافيد، أصل احنا عشنا الأحداث دي، لكن ما علينا. عموما أنا هوريك برضو حاجة تانية مع إني مش مضطر، بس معلش خليها كده لله. دي رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بتقول إيه بقى؟ بتقول إن إيطاليا بتشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. طب بلاش كل ده، أكلمك عن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي اللي شكر وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على دور مصر في نفس اليوم اللي حصلت فيه الهدنة. صدقت ولا إيه؟ عرفت إن هم مدلسين؟ وخلي بالك هم مش مدلسين من دلوقتي، ده من أيام حرب غزة وهم بيحاولوا يشوهوا صورة مصر. بس يا أخي ربك كبير وبيثبت كل مرة كذبهم. مش هقول لك الوفد المصري كان بيعمل ايه في المفاوضات، مش هكلمك في ده، انا بس هسألكوا سؤال واحد: ايه مصلحة كبرى الصحف الأجنبية انها تتكلم عن دور مصر في المفاوضات وتشيد بيها؟ لو ده مش حقيقي، لو انت شخص عنده ذرة عقل وضمير هتنبهر وتفخر ببلدك وتقول يا مصر بتعمليها ازاي. لكن لو انت مدلس هتعمل كده. المؤتمر الوطني الأول 2026، حيث اجتماع الكفاءات المصرية من الخبراء والمحللين والباحثين لمناقشة سبل إصلاح الأوضاع بعد سقوط نظام عبد الفتاح السيسي. ده ايه ده؟ ده إعلان واضح للفجر. يعني العيال المطاريد كانوا الفترة اللي فاتت بيدلسوا ويختلقوا أزمات ويأفوروا في أي حاجة،
انما زهقوا، ما هو اصل عمالين يخططوا ويتحالفوا ويروجوا ويروحوا ويجوا، وبرضه الدوله قادره تقف على رجليها وتصد كل المخططات دي. فقال لك ايه بقى؟ احنا نعمل حاجه جديده، احنا هنلعب على المكشوف. واحنا عايزين ايه؟ نوقع الدوله. ايوه، عايزين نوقع النظام عشان نحقق هدفنا ونوقع الدوله. طيب ما نشوف شركائنا ونشوف كمان السبونسرز كده اللي بيحركونا، الرعاة يعني اللي بيدفعوا، ونعمل مؤتمر كبير نخطط ونتكتك على اساس بقى ان احنا هنا في مصر هنخاف يعني وركابنا تخبط في بعض، بس هم هيخططوا ويتكتكوا عشان يحققوا الهدف ويوقعوا البلد. بس احنا لا هنخاف ولا هنتضايق، بالعكس احنا مبسوطين. عارف ليه يا حويط؟ ليه؟ عشان كل المصريين يشوفوا، يعني انا اسف في اللي هقوله ده، وساخة المطاريد وخططهم اللي ملهاش اي هدف غير زعزعة استقرار البلد دي. عارف انت مؤتمرات كفار قريش كده في بيت ابو جهل كان بيحضرها كل اعداء الاسلام، ده بقى اللي هيحصل في مؤتمر المطاريد المزعوم. كل الشياطين اللي بيشتغلوا ضد مصر، كل الجواسيس اللي همهم يوقعوا البلد دي، هيعملوا مؤتمر. وبص النكتة، مسميينه المؤتمر الوطني الأول. بيمولوا جواسيس وأبطاله جواسيس. عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ بس عموما إحنا جدعانة مننا هنقدم لكم هدية بمناسبة المؤتمر، برومو معبر أكتر من اللي انتوا عاملينه. شفتوا الجدعانة؟ اتفرجوا. سمعت آخر نكتة؟ الإخوان فرع الكماليين بتوع يحيى موسى عاملين مؤتمر اسمه المؤتمر الوطني الأول، وعايزين يناقشوا إيه بقى؟ عايزين يناقشوا مستقبل مصر، عايزين يناقشوا ملفات زي النظام السياسي، أهلي وعشيرتي، والقوات المسلحة. اقتلوا ظباطه، انا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه. انا عايز اقول لكل زوجة ظابط جوزك هيتقتل النهارده، لا بكره، بعد بكره هيتقتل جوزك، هيتقتل. والإعلام، هاتولي راجل. وبعدين جابوا لك راجل؟ جابوا لي راجل. والسياسة الخارجية. اجتماع مذاع، لو بيقول لي اجتماع مذاع على الهوا هو بيقول، فانا ما عنديش خطه سريه ولا حاجه. نقسم انا ما عنديش خطه سريه. وطبعا سينا. إذا سقط النظام السياسي إسرائيل ستجتاح سيناء. وهل سيكون هذا سيئا أم جيدا؟ في المدى القصير القريب سيء في المدى القصير، لكن في المدى البعيد جيد طبعا. تاريخ مشرف لتنظيم إرهابي مجرم يخليه طبعا مؤهل لعقد المؤتمر الوطني الأول بحضور خيرة جواسيس الإخوان وبتمويل وطني قوي يعني. كان في كفرة فهم الإخوان المسلمين. ليه بقى؟ لأن أنا شفت واحد زي محمد جمال هلال ده بيحلف بأيمانات الله إن مفيش تمويل، مطلع قناة من مصروف ابنه مطلع قناة من مصروف باباه، ماشي، مطلع قناة ومشغل إعلامي زي معتز مضرب مرتبه $10,000 وشرط بس ثمنها $30,000 بيدفع في الشهر بس رسوم إدارية $40,000. ماشي، ده غير المخرج، ده غير المنتج، ده غير الحاجات دي كل سفرياته بس لما تحسبها في الشهر بتعد لك $10,000. انا شايف ان البرومو كده معبر اكتر بكتير. طب احكوا لنا يا جماعه اكتر عن مشروعكم، كلمونا عن نفسكم. ميدان هي حركة سياسية جماهيرية، وهي كذلك حركة تحرر وطني، حيث أن مصر الآن وللأسف الشديد تقع تحت الارتهان للأجنبي وتحت التبعية للقرار الإقليمي والدولي في معادلة سيئة فرضها عبد الفتاح السيسي منذ 2013 حيث كان استلامه للحكم. الإرهابي يحيى موسى مش غريب خالص إنه يطلع منه الكلام ده، بس أنا عاجبني قوي حكاية الارتهان للقرار الأجنبي. يعني تنظيم من يوم ما اتعمل ولحد النهاردة مركوب من الأجهزة المعادية، ويحيى موسى شخصيا ينطبق عليه الوصف ده بالملي، وبيكلمك عن الارتهان. طب كمل يا يحيى، عرفنا أكتر عن مشروعكم. نهدف في ميدان وبشكل واضح إلى بناء نظام وطني ينقذ البلاد من الواقع السيء الذي تمر به، وكذلك من المصير المظلم الذي يدفعها إليه هذا النظام. كلام سليم، كلام مدلسين. يعني أولا البلد بيقودها الحمد لله نظام وطني أنقذها من الانهيار في 30 يونيو 2013. ثانيا بقى انتوا عايزين ايه؟ هو انتوا بتعانوا من الزهايمر مثلا؟ ما انتوا مسكتوا الحكم وكنتوا هتغرقونا، او في ملفات كتير غرقتونا فعلا، بس ربنا لطف بينا بعد كده. طب انا معاكم، انتوا وطنيين مش كده؟ وعاملين المؤتمر بتاع ميدان ده اللي هو المؤتمر الوطني الاول عشان تنقذوا مصر. مين معاكم بقى؟ قول لنا يا دكتور يحيى. لا انا اللي هقول لك،
مش الواد الإرهابي ده. المؤتمر من ضمن الرعاة بتوعه منظمة اسمها Justice Matters، تمام؟ دي بقى منظمة مشبوهة اتأسست في هولندا، مش بتعمل حاجة غير إنها بتشوف الأخبار السلبية عن مصر وتضخمها، ما عندهاش هدف غير إنها تبخ سموم وكراهية وتحريض ضد الدولة المصرية. والمفاجأة بقى إن بنسبة كبيرة، يعني هم مش قايلين، بس بنسبة كبيرة هيطلع مين اللي وراها. فكر كده يا حويط، ها؟ هولندا. طب أسهلها لك، المنظمة الهولندية دي كانت بتخدم على نمرة الهجوم على السفارات المصرية في الخارج. أظن كده بقت واضحة. برافو عليك. الواد أنس وأخوه الواد طارق. أنس وطارق حبيب. ايه يا عم نظريه المؤامره دي؟ نظرية المؤامرة؟ اسكت، مش ما بقتش نظرية، دي بقت تطبيق وواقع. بس أنا لفت نظري كم نقطة في أهداف المؤتمر المزعوم بتاعهم ده، اللي هي اتقالت في بيان التدشين. بيقولوا إيه حبايبك بقى حويط؟ بيقولك لأول مرة في التاريخ تتحول حدود مصر كلها إلى حدود ملتهبة يعبث بها العدو من بعد ما كانت حدود مصر إلا شمالها الشرقي آمنة وتمثل عمقا استراتيجيا تاما. الكلام ده يضحك فعلا. أولا إحنا لما بنهاتي ونقول إن محيط مصر كله مشتعل بيزعلوا ويقولوا دي فزاعة وبتخوفوا بيها الناس علشان تبرروا الإجراءات الاقتصادية. فهم دلوقتي بيقولوا كلام مشابه، بس الأهم إنه مفيش حد يقدر يعبث بحدود مصر. فهمني يا ابني انت وهو، انتوا اللي في حد عابث لا مؤاخذة في مخكم. ده لا شمال شرقي ولا شمال غربي ولا أي حد أصلا يقدر يعبث بالحدود المصرية حتى والدنيا مولعة حوالينا. وأظن أنت عارف يا يحيى العيال اللي بعتهم من شهور علشان ينفذوا عمليات إرهابية، يعني في الآخر الداخلية جابتهم من قفاهم ومشيها قفاهم. طب شوفوا لنا حد تاني يا جماعة يشرح لنا ويفهمنا أنتوا عايزين إيه. طيب خلينا أقول إن إحنا في ميدان، لو هنجاوب الأول على شكل التغيير في ميدان، إن إحنا بنقول إن السيناريو القادم للتغيير هيكون سيناريو خليط، ما هو السيناريو واحد. يعني ما هوش مثلا زي يناير ثورة شعبية فقط الجيش حاول إن هو يحتويها بشكل أو بآخر، لكن بنقول المرة دي إن إحنا توقعنا ممكن نكون صح ممكن نكون غلط، لكن ده السيناريو الأقرب لينا، إنه هيكون سيناريو التغيير سيناريو خليط شوية، خليط من تحرك شعبي واعي واسع مدرك. ايوه خلاص، يعني عدى 15 سنه وناس بقت واعيه ومدركه. طب مدركة لإيه يا حويط؟ ممكن تقول لي كده ناس مدركة لإيه؟ لا يعني عامه مدركه للي بيحصل وكده. عرفت انك انت بتملى وخلاص؟ يعني انت بتمشي وراهم ولا انت فاهم هم بيقولوا ايه ولا عارف الناس بقت مدركة ايه؟ منتصر فوق يا منتصر. السيناريو الوحيد الأقرب للواقع هو ان الناس كفرت بيكم من زمان ومتيقنة ان مفيش وراكوا غير الدم وبس. السيناريو ده بقى كملته انت عارفه كويس ومرعوب منه يا منتصر. هتتجاب وهتيجي جنب اخوك علي عبد الونيس وتونسوا بعض، وانت عارف كويس قوي ان ده هيحصل. فاهمني يا منتصر؟ كمل يا منتصر. فعشان كده دي فرصتنا، مش قصدي فرصتنا احنا كميدان وجينزي، لا احنا فرصتنا كشعب نعيش في حياة افضل. اوروبا دفعت سنوات من الحرب الاهلية ومن الدماء عشان توصل للي هي عليه النهارده. مش بقول ان احنا طبعا لا نتمنى ندفع هذا الثمن من الدماء، ولكن نبقى مستعدين ان هو لو يدفع مستعدين. نعم مستعدين. مفيش حركة تحرر في العالم كله ما دفعتش ثمن التحرر ده. فتاني يا جماعة التغيير صعب، لكن صدقوني هو عجلة الزمن في صالحنا. ايوه، ايه يعني لما نوقع كام ألف روح؟ عادي. ايه يعني لما نريق دماء تانية غير الدماء اللي أرقناها؟ عادي. ايه يعني لما نعمل حرب أهلية حلوة كده في مصر عشان المخطط يتنفذ؟ عادي. ايه يعني لما ده كله هيحصل عشان هدفنا يتحقق وندمر مؤسسات الدولة دي ونحولها لدولة ضعيفة زيها زي باقي الدول اللي تنفذ فيها المخطط ونجح؟ ما هو لازم المؤسسة العسكرية دي ما تبقاش كده، لازم الجيش ده ما يبقاش وطني كده، لازم يبقى ميليشيات. بتبالغ قوي يا لؤي. ببالغ فعلا. مش مصدقني انت؟ ها؟ طب اتفرج. نحن الآن على أعتاب مؤتمر أطلقنا عليه المؤتمر الأول لمرحلة ما بعد السيسي أو اليوم التالي إن صح التعبير يعني. طيب بنناقش فيه إيه؟ بنناقش فيه في الحقيقة 8 ملفات كبار، اللي هم الملفات زي ما بيقولوا الناس بتوع الدبلوماسية يعني أو الناس الدبلوماسيين، اللي هم الملفات الأولى بالرعاية أو اللي هي تمثل خطورة كبيرة جدا على الوضع المصري.
اتكلمنا على السياسه الخارجيه، اتكلمنا عن الاقتصاد، اتكلمنا عن الامن القومي، المؤسسه العسكريه وتموضعها، اجهزه الشرطه، القضاء، سيناء، وضع سيناء، الى اخره. دي الأهداف: الشرطة والقضاء والمؤسسة العسكرية وسينا، وأظن مفهوم لسينا. طبعا احنا كلنا فاكرين محمد إلهامي اللي هو صاحبهم في ميدان بالمناسبة، اللي كان بيقول إن علامة نجاح الثورة إن سينا يتم احتلالها. زي ما انتم شايفين التخطيط والتنفيذ ما بقاش مؤامرات سرية ولا بقى كلام في الغرف المغلقة الضلمة، ده بقى علني، وحتى ما بقوش يتكسفوا ولا يخافوا ويقولوا يعني كلام غير الكلام الحقيقي خالص. هم بقوا بيقولوا بشكل واضح هم عايزين يعملوا ايه، وكمان بيعلنوا عن اللي بيمولوهم اللي هم اصلا مش عارفين مين بيمولهم. اصلا انا ما قلتلكوش، لما تبص على البانر بتاع المؤتمر الوطني الاول ده هتلاقي كده في صف تحت فيه السبونسرز كلهم بلا استثناء، محدش يعرف مين بيمولهم. طب يا جماعه المؤتمر الوطني الأول ينفع يبقى تمويله مجهول؟ ينفع يا حويط؟ ما أظنش. لكن زي ما بنقول كل مرة، خططوا ومولوا وحاولوا تنفذوا، وفي الآخر هتفشلوا ومش هتلاقوا غير صخرة كبيرة، صخرة كبيرة هيتكسر عليها كل التخطيط الشيطاني ده، صخرة كبيرة اسمها مصر ومؤسساتها وشعبها كمان. وانتم مجربين بدل المرة 100 مرة. وبفكركم تاني، كله هيتجاب، وانت يا يحيى تحديدا اوعى تنام يا يحيى. وفي النهايه عايز افكرك مفيش حاجه اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وانا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي انا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومه. اشوفكم الحلقه الجايه.